امرأة ترتدي الخاتم لمدة 30 عاما. شاهد ماذا وجدت داخله عند فتحه. يعلم الجميع أن سعر الماس مرتفع للغاية، حيث يضم 4 خصائص، وهم النقاء واللون والقطع والقيراط. كل هذه الصفة مهمة للغاية لتضعهم بالاعتبار قبل شراء جوهرة من الماس. ويقول بعض المتخصصين أن هناك خاصية خامسة، وهي التكلفة، ودون أدنى شك بأن السعر مهم للغاية للحصول على قطعة جوهرة من الماس. مرت سيدة تدعى مريم على السوق لتشتري شيئا ما، فوجدت أشياء مستعملة تباع. حدث ذلك في الثمانينات، وهكذا وجدت مريم شيئا أعجبها للغاية. قد كان خاتما قديما، ولكن ذلك ليس بالشيء المثير، لكنها قامت بشرائه، وكانت تحدق في الخاتم كل يوم دون أن تعرف قيمته الحقيقية. هكذا كتبت الصحيفة البريطانية The Telegraph. ومع ذلك بعد 30 عاما من شرائه، قررت مريم معرفة قيمته الحقيقية، لذا أخذته إلى صانع محلي، وما قاله أدهشها حقا، حيث قال لها أن هذه الجوهرة من الماس أكثر من 26 قيراطا، أي بقيمة لا تحصى، تصل إلى 400 ألف يورو، أي ما يساوي 450 ألف دولار أمريكي. قد كانت تحمل طوال 30 عاما حظا في إصبعها ولم تعلم ذلك. ووفقا لكلام الخبراء، هذا الحجر قديم للغاية، ويعتقدون أنه يرجع للقرن ال19، حيث كان في ذلك الوقت الماس يكلف كثيرا. لكن الماسة التي كانت لمريم أخفت بريقا حقيقيا للعديد من السنوات، ولكن حقيقته كشفت الآن. هكذا تم بيع الخاتم في مزاد علني في 6 من يونيو هذا العام، ويعتقد أن هذه الجوهرة ستتكلف 400 ألف يورو، لكن في النهاية يمكن أن يباع بضعف ذلك الثمن، أي 700 ألف يورو، يساوي تقريبا 750 ألف دولار أمريكي. لذا إن كنت تفكر في ترتيب مجوهراتك، قم بلمحة صغيرة، وربما تجد كنزا خفيا، فلا أحد يعلم متى تأتي المفاجآت، أليس كذلك؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق والاشتراك في القناة. توبس عربية، عالم من المعرفة والترفيه.